إله إلا الله محمد رسول الله. تسأل عن تعليق اللوحات في البيت التي يعني يكون في هذه اللوحات آيات. بالنسبة لتعليق اللوحات التي يكون فيها آيات في المنازل فهذه لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون تلك مقروءة، والمراد من ذلك التذكير، أي أن الإنسان يكتب لوحة بخط بين كالذي يذكر مثلا آية الكرسي، أو يذكر مثلا شيئا من التعاويذ كالبسملة كذلك أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحو ذلك مما يذكره الإنسان ويراد من ذلك القراءة، فهذا أريد به تذكير، فهذا مما لا حرج به. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يذكرون يذكر بعضهم بعضا، وهذا التذكير يكون بألسنتهم باعتبار أن القلم والألواح لم تكن في ذلك عارضة. وكذلك أيضا ربما بعضهم اتخذ خاتما فيه كفى بالموت واعظا، ونوع من التذكير الذي يطرأ على الإنسان. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو أن يعلق الإنسان شيئا من الآيات أو الأحاديث أو كذلك أيضا من الأذكار العامة التي تعلق مثلا في المنازل أو في المكاتب بصورة لا تقرأ، يعني مشتبكة، وهذه المشتبكة التي يتأمل فيها الإنسان ربما لحظات أو دقائق ولا يستطيع الإنسان أن يفك رموزها ولا يدري هل هي آية أو حديث أو ربما كلام مرسل أو من الأمثال والحكم. نقول هذه وضعت لغير ما أريدت، فلم يرد منها أن تقرأ وأن تذكر، وإنما أريد من ذلك الزينة، فهذا قد وضع القرآن والسنة في غير ما أنزلت له. أنزلت للقراءة وأنزلت للعمل والتدبر والتأمل، ولم تنزل لأن تكون صورا وزينة يتزين بها، فهذا من الأمور المنهية التي يجب أن ترفع عن المجالس وأن يكون لها مقام أعلى من ذلك.